السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مالك محمد من قناة مالك توتوريال. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد النهاردة، واللي هنكمل فيه افكت ديسبيسمنت ماب اللي احنا شرحنا المرة اللي فاتت ازاي نعمل تأثير السائل. النهاردة ان شاء الله هنكمل على نفس الافكت وهنطلع منه تأثير الجليتش. لو احنا معانا دلوقتي اول حاجة التكست وسميناه مثلا مالك توتوريال. احنا عايزين نعمل تأثير الجليتش، وقلنا هنعمل لازم عشان نعمل الديسبيسمنت ماب لازم يبقى في حركة معانا. فاحنا اول حاجة هنعملها سوليد، وبعد كده اوكي تمام، وبعد كده بنختار افكت من نويز، بنختار بارتيكل نويز. طب احنا عملنا ايه كده دلوقتي؟ احنا عملنا تأثير، عايزين نعمل تأثير بدل الانفجار او كده علشان نحصل على الجليتش. فانت هتحصل على الجليتش بالطريقة دي، بالطريقة الفارتيكال نويز. تمام. احنا هنعمل الحركة بتاعتنا دلوقتي وهنطبقها على مالك توتوريال باللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. تمام. اول حاجة فارتيكال نويز ده عبارة عن لما انت تبقى انت السوليد اللي انت جايبه فاضي وبتضيف عليه الفارتيكل نويز، ده بيحول لك الشكل السوليد الى ضوضاء زي ما انت شايف كده، عبارة عن حاجات بيضة على سودة على اوف وايت، يعني زي ما انت شايف كده. تمام. هو عبارة عن ايه؟ نويز موجود انت بتستخدمه، من خلال النويز ده بتعرف تعمل تأثيراتك اللي انت عايزها. يعني في ناس ممكن تستخدم حاجة زي كده في ان هي تعمل موجات المية، اللي هي بتعمل موجات المية. وفي ناس بتستخدم الحاجات ديت عشان تعمل الليكويد. اتفقنا اللي احنا بنعمل الحركة بتاعتنا الاول وبعد كده نعمل ديسبيسمنت ماب. طيب اول حاجة، طيب الفارتيكال طيب اللي هو الضوضاء بتاعتك انت عايزه ازاي، عايزه نوعه ايه؟ فانت عندك انواع كتيرة جدا، فانت اللي انت عايزه بتشوفه. تمام. يعني في ناس بتعمل تأثير السائل بالشكل ده كده. تمام. وانا دلوقتي ممكن احنا هنختار الماكسي ده، وبرضك ده هنخليه بلو. يعني مش عايز انا التفاصيل بتاعته يبقى بالشكل ده كده اللي هو فيه سوفت، اصلا هو اسمه سوفت اصلا، فانا مش عايزه سوفت، انا عايزه بلوك. فهو حول لي اللي انت كنت شايفه ده اللي هو اللي انت كنت شايفه من شوية الى مربعات صغيرة وصغيرة وكبيرة، بحيث ان احنا نعرف استخدمه. يعني هنلعب بقى شوية الاعدادات، الكونتراست مثلا نزوده شوية، وبرضه ده نقلله كده شوية، وبعد كده ايه نعمل ايه؟ وبعد كده بندخل على الترانسفورم علشان نشوف السكيل، ولما نضغط على ده كده بيفتح لي الطول والعرض، الاتساع والارتفاع. فانا دلوقتي هلعب على حتة واحدة بس، فتحت ده علشان ابقى العب على الاتساع بس، ونضغط على ده كده نكتب ايه مثلا قيمة 6000. فعمل لي التأثير اللي انت شايفه ده، بدأ الموضوع يوضح معاك، بحيث اللي احنا نحصل على الجليتش اللي هو يبقى الكلام يبقى فيه تقطيع كده بيحصل في الكلام. فانت دلوقتي اللي انا قربت ليك المسافة، لما تشوف الشكل ده كده تعرف ان انا هستخدم خلاص الايه الافكت في ايه بالظبط، الموضوع يبقى واضح معاك. تمام. انت دلوقتي خلاص عملت اخترت اول حاجة التايب بتاعه، والنويز برضو اخترت بلوك، مش عايزه سوفت ولا لينير، انا عايزه بلوك علشان يجيب لي على المربعات. المربعات بقى بدأت اللي انا العب في الاتساع السكيل بتاعه. تمام. وبعد كده انت شايف ان هو ثابت ما بيتحركش، احنا بس هنحركه وبنعمل يو كده ونخلي ده في البداية، ونقول له مثلا في هنا ثانية رقم 6 هيبقى 8 مثلا، أو 7 أو 8. تمام. فتيجي تشوف كده بدأ الوقت التأثير بتاعه بدأ يتحرك، المربعات اللي احنا وسعناها خالص بدأت بتتحرك بشكل ايه عشوائي زي ما انت شايف كده. تمام. طيب ده كده اول حاجة عملناها. التكست تحت اهوت ما تأثرش بأي حاجة، احنا عملنا سوليد وحطينا عليه الافكت ده، بناء على الافكت ده احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده لازم نعمل بنعمل قائمة افكت من ترانزيشن، بنعمل لينير ويب. ايه فايدة اللينير ويب ده؟ اللي احنا خلاص يعني الجليتش لما بيظهر
في تكست او كده بيظهر، بيعمل تقطيع في الكلمه او الايقونه وبعد كده بيختفي. فاحنا عايزينه احنا عايزين نعمل ايه؟ الاختفاء بتاعه هنعمله باللينير ويب. يعني مثلا ما نيجي هنا مثلا في الثانيه رقم قبل الواحد كده، في الثانيه رقم قبل الواحد، فبنضغط على ده كده وشويه كمان بايه، بنزود بنزود القيمه فبدأ يختفي. يعني هو خلاص هو يلعب هنا شويه كده وخلاص يختفي، وده اللي احنا عايزينه. تمام. تمام، يبقى احنا دلوقتي عملنا البارتيكل نويز وحركناه زي ما انت زي ما انت شايف كده الايفولوشن بتاعه. وبعد كده حطينا لينير ويب، وبعد كده عملنا اللي هو ايه، يستمر هنا الحته دي شويه، يلعب شويه هنا كده وبعد كده يبدا يختفي. طيب احنا عملنا كده التأثير. طيب احنا بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده اتفقنا زي الدرس اللي فات بتاع الانفجار اللي بيحصل بياخد التأثير بتاعه على اللي تحته. احنا نعمل برضو كليك يمين adjustment layer، بعد كده بنختار الافكت بتاعنا من ديستورت، وقلنا اللي هو displacement map. طيب عشان برضو اللي هو شاف الشرح ده وما شافش الدرس اللي فات، فانا حابب اقول له ان الديسبيسمنت باب ان هو بيقول وظيفته ايه بالظبط. ان انا بقول له ان التأثير ده هينطبق على مالك توتوريال، شويه الخطوط ديت انا عايزه يتطبق على مالك توتوريال، وهكذا لو ما كانش فيه سوليد وكان فيه انفجار اللي هو الفرقعه اللي بتحصل. تمام، برضو كذلك لما بنعمل ده ونحط الديسبيسمنت ماب برضو بنقول ان هنا مثلا الانفجار هنا هيتأثر، مالك توتوريال هيتأثر بالانفجار بتاعه. تمام. طيب وهياخد منه، يعني المالك ده هيبقى هينغمس فيه. تمام. فهو ده المقصد من ديسبيسمنت ماب. طيب ولو انت مش مشترك في القناة اشترك، ولو انت مشترك ما تنساش انك تدعمني باللايك والشير. اتفقنا لما الحلقة اللي فاتت ان لما يبقى انت عندك الانفجار عامله شيب مثلا او عامله زي ده كده، بتدخله، بنعمل كليك يمين بتدخله جوه الايه، بندخله جوه الكومبوزيشن، يعني بنعمله كومبوزيشن عشان يدخل جوه كده. تمام. بنعمله عشان ده الديسبيسمنت ما بيتعملش على الحاجات السوليد والبتاع، هو بيتعمل على الكومبوزيشن بس. ده الفكره الوحيده اللي في الموضوع ده. انت عملته في بري كومبوز خلاص. تمام. طيب بعد كده بتعمل ايه؟ بتربط انت بقى، بتفعل انت بقى الديسبيسمنت ماب، تقول له انا عايزه هو الوايت كومبوزيشن واحد ده هياخد منه. طب هو مفيش حاجه حصلت عشان انت بس ظاهر ده، فانت لما تشيله هتلاقي ان لو انت لعبت في القيم كده، لا ده بدأ الخطوط اللي انت شايفها ديت بدأ ايه اللي بيتأثر بيها، اللي بيتأثر فيها مالك توتوريال. يبقى انت كده دلوقتي خلاص عملت التأثير بتاعك، حتى لو عملته فوق تحت هو انت بتأثر فين؟ في اللي انت عملته. طيب احنا دلوقتي عملنا التأثير اهوت وبدأ التأثير يمشي زي ما انت شايف كده. التأثير بيجي وبيختفي. بيختفي ليه؟ شوف هو من الفترة دي بدأ يختفي اللي انت اصلا عملته باللينير ويب. تمام، اللي انت عملته باللينير ويب. انا ممكن مثلا ايه، اخلي الاتساع بتاعه اكبر من كده شوية. عملنا الاتساع بتاعه السكيل ممكن ده كده شوية. تمام. تمام. وبعد كده بنعمل ايه بقى؟ طيب بعد كده انت عايز تحصل على حركة احسن من كده كمان. تمام. انت بتعمل ايه؟ بتيجي على التايم ده بتفعله. خلي بالك ان لازم تعمل على التايم بتاع الرقم نفسه حرف اليو عشان تظهر الكفريمات بتاعتك. وتاخد ده كده تحطه هنا مثلا كده شوية، وتخلي هنا مثلا ده 5 او خليها 50 زي ما هو، او 50 وده 0. تمام. بص على الدنيا كده تلاقي اللي هو كان بقى يعني حاجة بسيطة بدأ يعني الموضوع يبقى كتير. تمام. وبعد كده بتاخد الاتنين دول كده بتعمل هولد كفريم، انت بتحافظ على الكفريمات بتاعتك. تمام، على الحركة بتاعتك. تمام. وبعد كده انت بدل ما انت كنت عامل هنا
دلوقتي القيمة بتاعتك 50 و5، خليها العكس أو خليها بالسالب. يعني ده مثلا تخليها مثلا إيه، سالب عشان يجي يمين وشمال، وده بالموجب شوية، اللي هو ده بيعلى القيمة بتاعته شوية. أنا عايز التقطيع يجي من الجنب، يعني زي ما أنت شايف كده، ده بيجي كده تمام، وده بيجي من فوق لتحت. انا عايز التقطيع يبقى من يمين والشمال والفوق والتحت. الجلتش هو كده، انك انت بتقطع فوق والجنب، يعني كلها ده كله في ثانيه. تمام. فانت دلوقتي حركتنا كلها في ثانيه، ده يجي يمين وشمال وده يجي كده. تمام. تمام كده. ونجيبه هنا شويه كمان عادي، يعني كده. وده كمان خليها موجب المره دي، ده السالب، لحد ما هو ايه، لحد ما هو يختفي. عايز تكرر، او خلينا نعمل كده، ده كده خلاص. عايز برضو ده تزود شوية، مفيش مشكلة زي ما انت شايف كده. طيب، عايز برضو تخلي الموضوع اسرع، مفيش مشكلة. جميل كده. يعني هو كل اصلا الجليتش بيحصل على ثانية واحدة. طب بعد كده بتعمل ايه بقى؟ بعد كده بتعمل ايه؟ انت خلاص كده مهمة الايه اللي انت عملته ده كده خلص. بتاخد كله في بريك كومبوز لوحده، علشان تقرر ده وتعمل وتغير لونه علشان نحصل على الاحمر والاخضر اللي بيحصل في الجليتش. تمام. وده برضو تكرره وتعمله مرة بالاخضر كده. تمام. وبتاخدوا الاتنين دول اللي هما هتلونوا بالاحمر والاخضر وبنعمله سكرين. طيب ايه كده خلص؟ لا ما خلصش. انت بس ايه بتاخد كده شويه بحيث ان ايه، انت زي ما انت شايف كده، يبقى انت كده حصلت على الجليتش اللي انت عايزه. تمام. في ناس بتزود الجليتش قوي، اللي هو يبقى فوق وتحت وتلاقي مالك اصلا الشاشه كده. فانت براحتك. هو دلوقتي اللي انا عايز يعني اقول لك الاساسيات استخدام الافكت الديسبيسمنت ماب. انت تقدر بقى تفهم وظيفته ايه، ما تتلخبطش وتقول ايه هو ده بيبقى وظيفته ايه بالظبط. انا يعني انا باجي اطبق ورا الناس اللي بتشرح بس انا مش فاهم. لا، هو انت كده دلوقتي تفهم. دلوقتي هو انت تعمل، انت دلوقتي الايقونات او التكست يعني مالك توتوريال ده يبقى افرض بقى تحته بقى كتير جدا. تمام. وعايز تعمل تأثير في أيقونة أو كده، اعمل التأثير بتاعك الأول، الانفجار بتاعك. ولو ممكن كانش عايز الانفجار وعايز جليتش، يبقى سوليد، تحط فارتيكال نويز وتحط الافكتات دهيت، وتظبط الإعدادات بتاعتك وتخلي يتحرك، واللاين ويب يختفي في الثانية معينة. وبعد كده خلاص انت بتعمل ايه؟ انت بعد كده بتعمل adjustment layer وبتحط الافكت ده، وتطلب من ده اللي هو الكومبوزيشن اللي انت عملته يتأثر واللي هو ينطبق لتحته. فده دلوقتي لو انت عملت كده تلاقي هو ده ينطبق تحته. تمام. تمام. وكررته كذا مرة كذا لون وعملته. طيب، بس هو كده ده دلوقتي تأثير الجليتش البسيط، تكملة شرح ديسبيسمنت ماب. واللي احنا برضو هنعمل منه تأثير الليكويد. انت ممكن تعمل بروجكت كامل حرفيا بالفارتيكال نويز والديسبيسمنت ماب، وده ممكن نعيش معاه شوية كمان قدام. بس ادعموني ان شاء الله بالاشتراك في القناة وشير. وانا مش هنقول لكم الا كل الحاجات الاحترافية ان شاء الله، اللي هي انك انت تتمكن من صناعة الفيديوهات. وما تنساش انا عامل لك كورس موشن جرافيك احترافي، تقدر تنفذ انت بروجكت من الاول للاخر. عشان تعرف تفاصيله ادخل في القناة بتاعتي وشوف التفاصيل، واوعى يفوتك العرض واوعى يفوتك الكورس عامة. هتحترف يا معلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.